السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب كوكي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهاردة بقى الفيديو اللي كتير جدا منكم طلبتوه، ان لازم اصوره. المطبخ بتاعي مملكتي، طبعا المطبخ مملكة اي ست، فلازم يبقى منظم ومرتب. وطبعا انتوا عارفين بقى المطبخ بتاعي لما كان في الشقة القديمة كان شكله عامل ازاي، ودلوقتي انا نقلت الشقة الجديدة وده شكل المطبخ. اتمنى الفيديو ان شاء الله يعجبكم واوريكم افكار وحاجات حلوة قوي. وده اول المطبخ عندي، هو المطبخ امريكي. الكيتشن نفسه مفتوح على الطرقه، مش مفتوح على الريسبشن، مفتوح عندي على الطرقه، بس في جزء من الحيطه اهو اللي هي الناحيه بتاعه التلاجة. يعني انا مش فاتحه الحيطه كلها على ربع الحيطه، سايباها مفتوحه على المطبخ، فاهمني؟ والباقي مفتوح على الطرقه. فده شكل المطبخ بتاعي اهو. اول حاجه عندي هنا السفره بتاعت ايكيا اللي انا كنت شارياها. دي شكلها بعد ما خلصتها خالص، والكفرات اللي هي بتاعه الكراسي جبتها. وعندي هنا طقم جديد جميل جدا فيهم كات، انا ما صورتوش بصراحه، حبيت ان انا اظهره على طول في القناه عشان تشوفوا شكله. وده المفرش. هو الحاجات دي كلها موجودة على النت اونلاين، وحاجات اصلا مفارش كلها تركي. وهنا زي اوركانزا كده، وحاطة هنا الفازة دي شكلها كيوت جدا. وهنا ده فشكلهم حلو جدا اهو. بصوا الاربع فيونكات، فشكلهم لذيذ لذيذ قوي. يعني انتوا متخيلين؟ انا بصراحة يعني المطبخ ده كان مطبخ احلامي من زمان، لا طلع بنفس الاداء وبنفس الصورة اللي كانت في خيالي. وحطيت عندي هنا الابليك ده، بصوا شكله نور مقفول. وهنا عندي برضو خليت فوق السفرة النجفة دي برضو جميلة جدا جدا اهي. دي شكلها تحفة جدا. ولما بتنور اهي شكلها بتبقى فوق السفرة مباشرة، فبالليل بقى بتبقى خطيرة. وعندي هنا في الحطة على الحيطة اللي هي اللي فوق السفرة على طول أذكار الصباح والمساء، برضو خطيرة. وفي برواز تاني ان شاء الله برضو هبقى احطه جميل جدا. وهنا سويت كيتشن اللي هي بالخشب، وهنا برواز بينك برضو حلو قوي، كنت مصوره قبل كده برضو في القناة. ده الشكل اللي هو من بعيد اهو، اللهم بارك، شكله جميل جدا وشكلها حلو قوي. وجنبيها حاطه برواز برضو خشب عليه اللي هي الفرخه دي وبيض بقى، فشكلها حلو قوي. وعندي هنا البراده برضو عامله من نفس المفرش والفيونكات، مخليه البنوته عامله لي برضو الكفر القاروره ده جميل جدا اهو. ده شكله، بصوا شكله تحفه، يعني شكله شيك جدا ما شاء الله. وحاطه من فوق الرف الابيض ده وعليه الزرع، وزرعه ايكيا. طبعا انتوا عارفين زرع ايكيا بيدي جمال وروح كده للشقه عموما، وللمطبخ او الريسبشن بيدي حاجه كده يعني بهجه ما شاء الله. وحلو بصراحه. وهنا عندي البراده بقى دي مخليها جنب السفره، بحيث لما ناكل لما عاوزنا نشرب ميه نروح جنب البراده. وهنا عندي باقي المطبخ بقى. بصوا حبايبي زودت لكم الاضاءه. عندي هنا انا عملت السيراميك. هنا ده سيراميك ساده خالص. حسيته ان هيبقى حلو جدا ان هو يبقى ساده عند السفره. ومخليه العمود ده وبين الوحدات هوريها لكم دلوقتي اللي هو الطوب، مخليه اللي هو الطوب، مخليه الكتف كله بالكامل شكل الطوب. وهنا مخليه باسكت القمامه، مخليها من بره، مش مخليها تحت الحوض بصراحه، لان كل شويه بفتح والبتاع بتاعه الحوض اللي هي الخرطوم بتاع الحوض بصراحه ساعات بيبوظ، فمخليه الباسكت. والباسكت بصراحه شكله شيك جدا فمخليه. وهنا مخليه الخزين في الدرج اللي تحت ده. هنا نشوف اهو، مخليه بقى خزين وحاجات اللي هي ايه بتاعه الاكل. طبعا انا لسه ما رتبتش اي حاجه، دي الاسبتيولات والمعالق والحاجات دي كلها. وهنا ده الدرج برضو فيه شويه الاسبتيولات والسكاكين والقطاعات والقشرات. هنا بقى اوريكم الرف الطويل ده. بصوا الرف الطويل ده لو تفتكروا انا كنت مخليه هناك برضو حاجات تركي، فشكله حلو قوي. ده من جوه مخليه برضو الاطباق اللي هي المعدن دي، هبقى اوريها لكم ان شاء الله، انتوا ما شفتوهاش. وهنا السكريات الكب كيك. وهنا حبايبي هنا مخليه كل المجات بقى اللي هي الفلاور اللي انتوا شفتوها قبل كده. انا مخليه الرف يعتبر كله حاجات اللي هي الجاليري. وهنا برضو براد اللي هو اليونيكورن وفناجيل.
وهنا فوق خالص مخليه برضو الكوبايات اللي هي الفلاور، والبراد اللي هو الجميله والوحش. فبصوا بقى شكله جميل جدا وحلو قوي بصراحه. ده الرف اللي هو انا مخلياه. وفي المطبخ بالمناسبه انا مش عامله فيوتك خالص ولا كرنيش ولا جبسن بورد ولا اي حاجه، حسيت ان هي ساده كده سامبل جدا ورقيقه. ده بالنسبه للرف اللي جنب الحوض. ومخليه برضو فازه ايكيا اهي يا حبايبي. وحسيت ان انا احط هنا زرع يدي روح كده جنب الحوض، يبقى حلو قوي بصراحه. والزرعه برضو دي، الزرعه دي شكلها حلو قوي، مخليها بالطول كده. ودي ستاره ايكيا اللي هي الطويله، برضو انا قسماها نصين، هي المفروض لغايه الارض خالص، قسمتها نصين وعملتها في المطبخ. جبت البلتكانه وحطيتها، وعامله الفيونكات هنا، الفيونكات بنفس الفيونكات اللي في عند السفره، واللي هي كفر القاروره، نفس الفيونكات بالظبط اهي يا حبايبي، نفس الفيونكات بالظبط عاملاها. فبصوا بقى شكل الستاره، شكلها جميل جدا. وهنا عندي حاطه برضو الفوطه دي، الفوطه دي شكلها قطن وجميله جدا. وتحتيها حاطه الدواسه دي حلوه قوي، عشان تحت الحوض وانا واقفه بعمل المعين او كده. ساعات السيراميك بيبقى ساقع، فبيبقى بالنسبه لي تلج، بس ببقى لابسه اللي هو السليبر، فبالنسبه لي يعني ايه مش قوي يعني، بس لازم يبقى حاجه تحتي عشان ما تزحلقش. وهنا عندي ده الحوض، وحاطه هنا عندي زرعه، والفازه دي مكتوب عليها هوم فلاور، وحاطه فيها الزرع برضو تدي روح. وهنا السبنسر بتاع الصابون، وهنا دي المصفى اللي بصفي عليها حاجتي، ودي الفرشه بتاعه الحوض برضو شكلها حلو. وده الاستيكر انا عملته، كانت الرخامه عندي حبايبي كانت بني، حطيت عندي الاستيكر ده استيكر رخامي ابيض. وهنا عندي بقى حاطه المصفى دي جميله جدا، دي جديده انتوا اول مره تشوفوها. وطقم المعالق ده انا كنت شارياه من مده من سنتين تقريبا، وما كنتش مطلعاه بصراحه، فجه الوقت بقى ان انا اطلعه. وحاطه هنا عندي المعالق الكب كيك، والمصفى دي حلوه قوي من تحت فيها اخرام، والحاجه اللي بحطها بتنزل على الطبق هنا فحلوه قوي. وهنا عندي حاطه الاسبتيولات بقى، بصوا، وعامله الطوب عاملاه نفس الكتف ده، عاملاه بين الوحدات. بصوا ده شكله، عشان دي فيه اللي هي المعالق الكب كيك والحاجات كلها اللي انا بستخدمها للحلويات مثلا او كده ان شاء الله نبقى نعملها مع بعض. وعندي هنا الكراسي الديكوريشن دي، ومطحنه الفلفل، الحاجات دي كلها انا حطاها ديكور مش بستخدمها نهائي. وعندي الرف بتاع ايكيا، وهنا العلبتين المعدن دول، وحاطه ايكيا اللي هو الخوص، وبرده دي ان شاء الله هستخدمها في البيتزا او السندوتشات. وهنا برضو دي بتاعت ايكيا بالزرعه. وعندي هنا بقى شكل المطبقيه، استنى اقفلها لكم، رصه فيها بقى بصوا الكوبايات بتاعتي كلها والاطباق. وهنا عندي دي الكاسات اللي هي بتاعت الجيلي والكريم كراميل والايس كريم، ممكن اعمل فيها برضو ايس كريم. وبصوا بقى هنا ده الشفاط، البوتاجاز، بصوا بقى شكل البوتاجاز، وحاطه على العيون الكارو اللي بالطنطله دي، فشكلها حلو قوي. وعندي هنا انا مش عندي بصراحه قاعده للبوتاجاز، فعندي هنا جبت حاجه بتتباع كده اللي هي بلاستيكه قعدات للرجول، بلاستيك بس قويه جدا جدا، وعلت البوتاجاز بصراحه عندي 180 درجه يعني. وهنا عندي بقى بصوا الوحده دي اللي جنب الشفاط، اللي انا برضو ان شاء الله هستخدمه وهاكل فيه ميلامين، وحلو قوي. وده الجزء اللي فوق حاجات اللي هي ديكوريشن يعني، برضو حاجات كلها اللي هي الجاليري والديكور. وهنا ده الشفاط، وهنا برضو ده. وهنا حبايبي ده بقى الجزء اللي فوق على طول، حاطه فيه الكاسات اللي هي الجديده اللي كنت وريتها لكم قبل كده، رز بلبن، هتبقى حلوه قوي. ده الرف الاولاني، والرف التاني رصه فيه برضو الكوبايات بتاعتي. وهنا بقى الرف ده برضو رصه فيه الحاجات اللي هي الماكرون، والحاجات كلها اللي هي الديكور ده جوه الوحده. وهنا حاطه بقى بقيه المجات بتاعتي اهي، وهنا فوق كمان. وهنا حاطه عندي الخلاطات وبقيه الطقم اللي هو البايركس بتاعي.
والرخامه التانية بقى بصوا، ده اللي هي الرخامه بتاعه الحوض، ودي البوتاجاز، وده الجزء الرخامه التانية. بس الرف ده بس مخلوع عايز يتربط بمسمار لسه. هنا عندي الحطه بتاعه المناديل، وهنا برضو برواز خشب، وهنا عندي لوحه كيتشن اللي هي اللي بالخشب برضو حلو قوي. وحاطه عندي هنا 3 فراولات جمال جدا، والكاتل بتاعتي، والمايكروويف كنت حطاه هنا بصراحه هناك جنب البوتاجاز، كان واخد بلعلي الرخامه كلها، فحسيت ان مفيش رخامه يعني اللي هو ايه ده. فجبت ستاند مايكروويف بصراحه هايل جدا حلو قوي. حطيته عندي هنا بصوا جوزي حطهولي في الحيطه، فشكله جميل جدا. وحطيت عندي هنا الانبوبه، ده الانبوبه وجايبه له كفر اهو يا حبايبي. وعندي هنا بتاعه البصل والثوم والفوط والمنشفات المواعين اهي يا حبايبي، والاسبتيولات والحاجات دي كلها. وهنا ده الرف التاني، حاطه فيه بقى فوط المطبخ والحاجات اللي انا بعوزها. وهنا دي منشفات المواعين والاسبونشا واللوف بتاع المواعين. وهنا بقى الفاكهه بتاعتي والخضار. والمايكروويف بصراحه يعني هايل، هنا اختراع بصراحه. بصوا بفتح واقفل بمنتهى السهوله، وبصراحه الحمد لله عملي طلع عمل الحمد لله. وهنا عندي حاطه فوق المايكروويف الكوستر ده نفس المفارش اللي حطاها هنا. يعني انا عامله منشن بصراحه جميل جدا وحلو قوي، عامله منه مفرش والفيونكات للسفره، وعامله منه كفر القاروره والفيونكات للستاير، وعامله جايبه برضو ده كان جاهز كوستر خوص وبنفس الطريقه دي. وهنا دي ديكور حلو قوي، ودي منشفه المواعين بتاعتي بس انا شايلاها مش حطاها على الرخامه دلوقتي اهي، دي شكلها حلو قوي. ودي التلاجة بقى هنا حطاها هنا على ايدي اليمين في الداخله. والحاجات اللي على التلاجة بقى من فوق حاطه عندي هنا الستاند ده، ساعات بعوزه بقى في اللب والمكسرات والكلام ده كله. وهنا عندي الصواني كلها حطيتها فوق التلاجة بصراحه لاني ملهاش مكان خالص، فحطيتها فوق التلاجة تحت الوحده دي مباشره، فنفعاني بصراحه. وعندي هنا على التلاجة حاطه كل الماجنتيك الحلوه قوي اللي جميله جدا، وانا ما صورتهاش قبل كده، حسيت ان انا ايه اصورها مع المطبخ علشان تحسوا ان في حاجه جديده كده اهي. دي كل الماجنتيك اللي انا جايباها بصوا شكلها على شكل فستان وعلى شكل جوانتي. دي كل الحاجات اللي انا جايباها على التلاجة، فحلو قوي. وعندي هنا بقى اخر حاجه بقى السجاده. انا عايزه اجيب سجاده اكبر شويه بصراحه. دي السجاده اللي انا حاطاها في المطبخ اهي. هي قطيفه والظهر بتاعها اللي هو المحبب ده، وعليها براد. وهنا جبت برضو سجاده الصغنطوطه اللي وريتها لكم فحلو قوي. بس حبايبي والباسكت ده برضو حطاه في المطبخ عندي هنا علشان بواقي حاجه، مثلا بعمل حاجه بقطع حاجه اروح حطها في الباسكت واخداها ورميها هناك في الباسكت اللي هناك. فده شكل المطبخ اهو، ده كل شكل المطبخ. عايزاكم بقى تدعموني في الفيديو ده كويس جدا، علشان لو دعمتوني ان شاء الله اعمل لكم جوله كامله بقى في البيت كله ان شاء الله، في الشقه فاتحه على الطرقه اهو. مثلا انا بره كده اهو في الطرقه اهو يا حبايبي، وده شكل المطبخ بتاعي فجميل جدا اللهم بارك. وانا بصراحه كان نفسي جدا جدا في مطبخ ابيض، بس اللي هو الحاجات الخشبيه طالعه موضه، فالحاجه الخشبي مع الرخامه البيضه اهو بصوا شكلها اهي، فمش وحش يعني مش وحش الحمد لله. والليد برضو انا حطيته عمل شغل برضو وزود لي الاضاءه بصراحه، لان الليد انا ما اقدرش اعيش من غيره، وما اعرفش اصلا اطبخ ولا اعرف اتعامل ولا اعرف اعيش خالص في المطبخ، لازم يكون في ليد قدام عيني بينور لي بصراحه المطبخ. بس حبايبي فاتمنى الفيديو يكون عجبكم وما كنتش طولت عليكم، وما تنسوش تحطوا لي لايك، ولو مش مشتركه انضمي بقى لعيلتي علشان الفتره اللي جايه ان شاء الله هتشوفي افكار وديكورات وحاجات تحفه. لو شجعتوني اعمل لكم بقى روتينات فيه ان شاء الله، واخلي بقى الولاد يطبخوا معايا هنا في المطبخ ونقضي يوم كامل كده في المطبخ ونعمل احلى روتينات ان شاء الله، واعمل لكم جوله كامله في الشقه. لايك وكومنت حلو الفيديو للاخر، ما تنسيش تكتبي لي تحت في الكومنتات ان انت كملتي الفيديو للاخر، واشوفكم على خير ويلا باي باي.